مشاهدينا الكرام، ترهيم السيارات هي مهنة وهواية فضلها العديد والعديد من الشباب. من الممكن أن تكون داخلة في مجال الاختراعات، لأن هناك بعض التغييرات وبعض التعديلات التي تكون في داخل هذه المركبة. لنشاهد معا سويا كيف يتم ترهيم هذه السيارات مع التقرير اللي يعده لنا الزميل إبراهيم الدوسري، ثم نعود إليكم. تفضلوا معنا. كثيرة هي مواهب الشباب نظرا للطاقة التي لديهم والتي تحتاج إلى مجال جيد لتفريغها، ومن هذه المواهب موهبة التعديل في السيارات بمواصفاتها. واقتربنا من هؤلاء الشباب وجدناهم على قدر من الأخلاق العالية والمثال الحسن للشباب السعودي. والله احنا هوايات شباب، بعد يمكن حوالي من 4 سنوات أو 5، بس يعني كل فترة لفترة بين شهر شهرين كذا نسوي تجمع في مخططات بعيدة عن العوائل، بعيدة عن البيوت السكنية، يعني كذا نمارس فيها هواياتنا. جمع حق ابو ساعتين كذا 3 ساعات كل واحد بيته. ويختلف تعديل السيارات حسب المواصفات الخاصة بها. طبعا في الشباب عندهم هوايات، يعني في ناس يهون السيارات الرياضية، في ناس يهون السيارات الكلاسيكية، في ناس يهون السيارات السيدان الصغيرة يحب يعدلها كأبواب أو شنطة. طبعا كل واحد له هوايته وكل واحد متفرغ بأشياء معينة، وكل واحد له كل شيء له أسعاره وله أشياء معينة، بس الحمد لله في الرياض الحين متوفر كل شيء، ونحاول نجمع الشباب ذولي في مكان واحد عشان يمارسون الشباب هذه الهواية يعني. ولهؤلاء الشباب موقع على الانترنت وموقع يجتمعون فيه له مواصفاته الخاصة. والله موقعنا بس يشمل اعلاناتنا، يعني كيف نحط تجمع، نحط اعلان في المنتدى عشان العيال كلهم ينضمون معنا كترتيب واداره مصورين وتنسيق. هذا الموقع حق التجمع اللي هو بعيد عن العوائل، بعيد عن المنازل السكنيه، بعيد عن المناطق الخاصه حقت الاملاك، بس مخطط بر وزي كذا. ممتاز. طيب هالترهيم او التغيير في السياره هل له تاثير على السياره وعلى محركاتها ولا؟ طبعا يختلف اذا كان ترهيم خارجي او ترهيم في المكينه. طبعا الترهيم فينا اتوقع انه يضر بالسياره، بس احنا ترهيماتنا كلها تعديلاتنا خارجيه يعني في البوديه، يعني رفعت ابواب ما تضر، الباب ينفتح كذا او ينفتح كذا ما تضر، ابواب خلفيه، في ناس يفتحون الطبات، الهيدروليك، كلها اشياء يعني تعتبر هوايه شباب وما اتوقع انها تضر بالسياره. لو تضر اكيد كل واحد ما راح يسويها يعني. الفكره تركيب الجنط وتغيير نظام السيستم كامل وتركيب الاستيكرات على السياره وتنزيلها. طيب هذه الفكرة اللي سويتها كلفتك كثير ولا لا؟ والله تكلف هي، بس مو بالتكلفة، بس بالروح التعديلية مثل ما يقولون. يحتاج هؤلاء الشباب إلى دعم لموهبتهم، وذلك لصقلها للاستفادة منها بما يعود عليهم بالنفع والفائدة. لبرنامج المرسى إبراهيم الدوسري.